عناصرها 1 وسالب 2 و4. طبعا يا جماعه انا بجيب الالف من المجموعه س. المجموعه ص عناصرها طبعا بجيب منها ب. شباب هو بيقول لي دلوقتي ان ب بتساوي 2 الف ناقص 4، انا هعدلها اخليها 2 الف ناقص 4 بتساوي ب. هي طب 2 الف يعني 2 في الف. خد بالك بقى، احنا قلنا الف هي عناصر المجموعه س. هجرب اول مره كام؟ الواحد. هنعوض عن الالف بواحد. يلا 2 في 1 2 ناقص 4 سالب 2. اذا لما عوضت عن الالف بواحد الب طلعت بسالب 2. يبقى انا كده عرفت بيان العلاقه ان لو عوضت عن الالف بواحد الب هتطلع بسالب 2. طب ادي الواحد راح لمين؟ للسالب 2. نجرب تاني. احنا قلنا 2 في الف ناقص 4 بتساوي ب. هنجرب تاني مره بكام بقى؟ سالب 2. 2 في سالب 2 ناقص 4 هيطلع سالب 8. يبقى انا لو عوضت عن الالف بسالب 2 الب هتطلع بسالب 8. يبقى سالب 2 هتروح لمين؟ للسالب 8. يبقى تاني زوج مرتب سالب 2 وسالب 8. ثالث حاجه هنعوض 2 في الف ناقص 4 يساوي ب. هنشيل الف ونكتب كام ثالث حاجه؟ 3. 2 في 3 ناقص 4 بيساوي 2. يبقى لما الف ب 3 الب طلعت ب 2. طيب يبقى دي بيان العلاقه. طبعا المخطط السهمي سهل. جه سؤال تاني بيقول لي الف علاقتها بسالب 8. مين يا ولاد هنا علاقته مع سالب 8؟ السالب 2. اذا الالف بسالب 2. تاني الف علاقتها مع سالب 8. مين اللي طلع علاقته مع سالب 8 في المسقط الثاني؟ خلاص؟ طب انا هزود سؤال من عندي. الف علاقتها مع الاثنين. مين يا ولاد؟ مين اللي علاقتها مع الاثنين؟ الثلاثة. يبقى الالف بكام؟ ب3. بيان العلاقة ألف و3 وب و1 و1 و5. طبعا هنا بيان العلاقة هو بيقول لي عايز مدى الدالة. هو المدى اللي راح له سهم في صاد اللي هو 3 و1 وإيه؟ 5. يبقى مدى الدالة اللي راح له سهم يعني المسقط التاني. خلاص؟ ومعنى إنه بيقول لي مدى الدالة يعني هي دالة، ومعنى إن هي دالة يعني كل عنصر من عناصر س خرج منه سهم واحد. طب دلوقتي الواحد خرج منه، فاضل مين؟ الواحد خرج منه. طب هو دلوقتي بيقول لي السين اصلا في بدايه المساله كان بيقول لي ان السين بواحد وثلاثة وخمسة. معنى ان هي داله يبقى كل عنصر من عناصر السين خرج منه سهم واحد، فالواحد خرج منه خلاص. فاضل مين ما خرجش؟ 3 و5. طب 3 و5 كام؟ 3 و5 كام؟ 8. يبقى هو عايز أ زائد ب 8. ازاي نجيب قاعدة الدالة؟ طبعا احنا عارفين ده المجال اللي هو 1 و2 و3 و4. المجال المقابل اللي هو 3 و5 و7 و9 صح؟ والمجال اللي هو المسقط الأول، والمجال المقابل اللي هو المسقط ايه؟ التاني. يبقى قاعدة الدالة. قاعدة الدالة ايه اللي يخلي الواحد يبقى 3؟ ضربنا 2 في 1 ثم زودنا 1. طب تعال نشوف اللي بعدها كده. ضربنا 2 في 2 ثم زودنا 1. ضربنا 2 في 3 ثم زودنا ايه؟ يعني ملاحظ دايما ايه؟ ان انا اضرب الاولاني في 2 وازود 1 يطلع التاني. اضرب الاولاني في 2 وازود 1 يطلع اللي بعديه. يلا 2 في 3 6 زائد 1 7. 2 في 4 8 زائد 1 9. اذا قاعدة الدالة ان بضرب 2 في السين زائد 1. ان دالة س يعني صاد يعني بتطلع لما بضرب 2 في المسقط الاول وازود 1. اذا كانت دالة س بتساوي 5. عارفين دايما القاعدة القديمة اللي هي ان دالة س دي يعني صاد. يبقى انا لو رسمت ده محور ايه؟ السينات وده محور ايه؟ طب وادي المستقيم يوازي محور السينات عند رقم كام في الصاد؟ 5. النقطة دي كزوج مرتب بتبقى كام وكام؟ 0 و5. الله ينور عليك.